سنة 1970 سويسرا كانت بتتحكم في أكتر من 50% من سوق الساعات العالمي. دقة، فخامة، ماس، مفيش حد ينافسهم. السوق كله كان بتاعهم والمحيط أزرق صافي. لكن فجأة ظهرت ساعات الكوارتز اليابانية، رخيصة، دقيقة، وقلبت السوق. الساعات السويسرية نزلت حصتها السوقية من 50% ل 15%، والمحيط بقى أحمر دموي. وسط الفوضى دي شركة واحدة قررت تغير القواعد، شركة سواتش. لغت الفخامة وخلقت متعة التصميم. ابتكرت فكرة الساعة التانية اللي تغيرها زي ما بتغير لبسك. سواتش ما عادتش تنافس اليابانيين على السعر ولا السويسريين التانيين على الفخامة. سواتش خلقت لنفسها سوق جديد محدش بيلعب فيه خالص، محيط أزرق بعيد عن أي منافسة، وأنقذت الساعات السويسرية. دي مش قصة ساعة، دي قصة إزاي تخلق لنفسك سوق خاص بيك من غير ما تتخانق مع حد. طب تعرف إنه 86% من شركات فورتشن 500 اللي كانت موجودة سنة 1955 اختفوا من القائمة دي بحلول سنة 2014؟ يعني تقريبا 9 من كل 10 شركات اختفوا. ليه؟ هل كلهم فشلوا في إدارة الشركات بتاعتهم؟ هل ما كانش عندهم منتجات كويسة؟ الإجابة لا. الواقع إن كتير منهم فضلوا يلعبوا في نفس المحيط بنفس القواعد مع نفس العملاء لحد ما السوق اتغير وسبقهم. كانوا محبوسين في دايرة التنافس على نفس العميل بنفس السعر، لدرجة إن هم مركزوش وما فكروش إن هم يطوروا أو يبتكروا حاجة جديدة. النهاردة في قهوة المندوبين هندردش ونتكلم ونعرف أكتر عن سر النجاة والنجاح في عالم البيزنس، وإزاي تعمل لنفسك مكان صعب حد ينافسك فيه أو المنافسة فيه تبقى قليلة جدا. هنعرف إزاي نخرج من المحيط الأحمر اللي كله خناقات ودم ونوصل للمحيط الأزرق اللي كله فرص. الغرق في المحيط الأحمر. تخيل معايا كده قاعدة في قهوة بلدي، كل الناس بتلعب نفس الطاولة، نفس الضمنة، نفس الكوتشين، ده حتى بيشربوا نفس القهوة. ده بالظبط اللي ممكن نسميه المحيط الأحمر. تعريف المحيط الأحمر: هو سوق مليان منافسين كلهم بيتخانقوا على نفس العميل بنفس المنتج أو الخدمة وبنفس الطريقة. كله بيبيع نفس الموبايل أو نفس سندوتش البرجر أو حتى نفس توصيلة الأوردر. إيه مواصفات المحيط الأحمر؟ 1. التنافسية فيه مولعة نار، كأنك في ماتش ملاكمة كله بيضرب في بعضه. 2. الضغط على الأسعار رهيب، عشان تمسك العميل لازم يا تنزل السعر يا تدي خصم يا تدي حاجة فوق المنتج أو الخدمة اللي بتقدمها. 3. صعب قوي تتميز لما كل الناس بتعمل نفس الحاجة بنفس الطريقة، صعب يكون فيه تميز، يبقى كله شبه بعض. 4. مجهود كبير وأرباح قليلة، بتجري كتير تتعب كتير وفي الآخر تلاقي المكسب مش قد التعب، لأن كله أنت بتحطه عشان تنزل السعر عشان الزبون يشتري أو العميل يشتري. خلينا نقول بعض الأمثلة من الواقع اللي احنا عايشينه. محلات الموبايلات اللي في أي شارع رئيسي، تلاقي 10-15 محل كلهم جنب بعض بيبيعوا نفس الموبايل بنفس الأسعار وبيقدموا نفس الخدمة. الفرق الوحيد بين واحد والتاني هتقدر تنزل قد إيه علشان اشتري منك أنت ما اشتريش من اللي جنبك. زي شركات التوصيل اللي مالية السوق، كلهم بيوصلوا، الفرق الوحيد يا في السعر يا في السرعة. شوف كم إعلان خصومات جالك عشان تشتري من الابليكيشن ده ولا الابليكيشن ده. او زي مطاعم البرجر اللي بتفتح كل يوم، كلهم بيبيعوا نفس البرجر، الفرق الوحيد بيبقى يا في الحجم يا في السعر، مفيش اي حاجة تميزك، كلهم بيلعبوا في المحيط الاحمر. من الاخر كلهم بيبيعوا نفس الحاجة، الفرق الوحيد هو السعر. هتنزل لي قد ايه عشان اشتري منك انت؟ طب ليه معظم الشركات بتفضل غرقانة في المحيط الاحمر لما الموضوع واضح جدا وكل الناس عارفة ان هو في ضرب وفي بهدلة وفي خناقات على الاسعار؟ ليه الناس كلها برضو بتتخانق في المحيط الأحمر ده؟ أولا الخوف من التغيير والتمسك بالحاجة المعروفة. يا عم هي ماشية كده ليه نغير؟ شركات كتير بتحب تفضل في منطقة الراحة حتى لو الأرباح بتقل، لمجرد إن هم خايفين يجربوا حاجة جديدة. شافوا شركات كبرت بنفس الطريقة اللي هم ماشيين بيها، فقال لك خلاص ما دام الشركات دي كبرت كده يبقى أنا أقدر أكبر بنفس الطريقة. افتكروا إن التقليد أمان، لكن بصراحة هو وهم. تاني نقطة التركيز على المنافسين مش على العملاء، وده بياخدنا للتقليد الأعمى في السوق. بدل ما نفهم العميل عايز ايه او ايه اللي ناقصه ونقدمه له، بنشوف المنافس عمل ايه ونعمل زيه.
شركات نزلت 1+1 اعمل انا كمان 1+1. منافس نزل بيتزا 1 متر، ننزل احنا كمان بيتزا 1 متر. المنافس نزل سندوتش 4 ادوار، ننزل احنا كمان سندوتش 4 ادوار، بس بنغير الاسم. في الاخر السوق كله بيبقى كوبي بيست. ثالث نقطة، التفكير والتجديد محتاج مجهود، محتاج وقت ومخاطرة وتجربة، لكن التقليد مضمون سريع وشفنا ناس كتير عملته. فكلنا نفضل نجري ورا بعض وننسى اهم طرف في القصة وهو العميل، وده بيفضل مخلينا في نفس الدايرة المغلقة. النتيجة بيبقى السوق كله زي ما قلنا شبه بعض. العميل بيشوف اللي هيوفر له اكتر وفي سعر افضل هيروح له، لانه في الاخر كلنا شبه بعض. خلصنا المحيط الاحمر.